الجزء التاني هو إدارة الوقت. النصيحة رقم 1 في التشغيل ودي بيسموها تقنية البرومودو، اللي هي 20 دقيقة شغل، 15 دقيقة راحة، 20 دقيقة شغل، 15 دقيقة. ولكن النصيحة دي أو التكنيك ده مش بينفع مع كل الناس. يعني أنت جربه، لو قدرت إن أنت تقعد تشتغل 20 دقيقة وتقدر تاخد قسط من الراحة ربع ساعة ترجع تشتغل تاني، اعمل كده. لكن لو أنت من النوع اللي زي اللي هو بيحب يقعد على الحاجة ما يقومش من غير ما يخلصها، اعمل كده. نصيحة رقم 22، كافئ نفسك على كل إنجاز أنت بتحققه. كل ما تحط قائمة من الأهداف بتاعتك بتحقق الأهداف دي، كافئ. هات لنفسك ساعة، هات لنفسك هدوم جديدة، هات لنفسك أكلة كويسة، هات برفيوم كويس. شوف حاجة أنت بتحبها وابدأ هات هدية لنفسك وكافئ نفسك إن أنت قدرت تحقق الهدف المعين اللي أنت كنت. نصيحة رقم 23، خصص وقت للتشتت. بما ان انت بتقعد مركز وبعد كده بتيجي حاجات تشتتك، فانت خصص وقت للتشتت. اعمل وقت معين للناس، اسمح فيه للناس ان هم يجوا يشتتوك، اسمح فيه لاصدقائك ان هم يجوا ياخدوك ويطلعوا بره، اسمح فيه لعائلتك ان هم في اليوم ده يطلبوا منك مهام معينه، ان احنا نروح مشوار معين او ان احنا نقعد نتكلم في حاجه معينه. فخصص وقت لان انت بتضيع فيه الوقت. نصيحة رقم 24، جرب التكنيك ده. استخدم تكنيك بيسموه 10 زائد 2 في 5. يعني 10 دقائق شغل، دقيقتين راحة، 10 دقائق شغل، دقيقتين راحة، لمدة 5 مرات. وبعد كده خد قسط من الراحة وارجع اشتغل 10 دقائق، خد دقيقتين، اشتغل 10 دقائق، خد دقيقتين راحة، وابدأ كرر الموضوع ده. ولكن يعني أنا الموضوع ده جربته ما ظبطش معايا. رقم 25، خلي وقت الراحة اللي بتاخده قليل ومربوط بوقت معين، ما يبقاش مدة طويلة، ما يبقاش عدد معين من ساعات، ما تسيبوش كده على البحر اللي هو انا قاعد برتاح شويه. لا، لازم يكون وقته قليل و ليه وقت. نصيحة رقم 26، اشتغل في اوقات انتاجيتك. يعني انا دلوقتي بصور الفيديو ده الساعة 3 ونص الفجر، ده الوقت المناسب اللي انا البيئة المحيطة فيه والعالم اللي انا عايش فيه بيسمح لي فيه ان انا اقدر اسجل فيه فيديو. فوقت الانتاجيه بتاعتك، انت راجل ليلي اشتغل بالليل، انت راجل بتحب تشتغل في الصبح اشتغل في الصبح. يعني ناس كتير جربت ان هي تصحى الفجر تشتغل وفشلت. ولكن لو انت بتشتغل بالصبح اشتغل الصبح، بتنتج اكتر بالليل اشتغل بالليل، بالنهار في وقت معين انت بتحب تشتغل على المكتب اشتغل على المكتب، انت بتحب بتنتج او انت شغال على الارض اشتغل على الارض. انا فتره من الفترات كنت بسيب المكتب وكنت باقعد اذاكر على طبلية. السنين اللي ذاكرت على طبلية هي السنين اللي نجحت فيها، فخلاص انا انتجيت في التركيز في المذاكرة على طبلية. حدد الوقت يعني هذا لما باجي اقرا كتاب في مجال الماركتنج، سواء لناس عرب او اجانب، لو انا عايز اركز مش بقعد على المكتب بتاعي، بقعد في الارض، بجيب الطبلية وبقعد على الارض وبفتح الكتاب وبقعد كأني بذاكر في المدرسة وبقدر استوعب بشكل أكبر. فاللي انا عايز اقوله ان انت شوف الوقت المعين والمكان المعين اللي انت بتقدر تنتج فيه وخليه هو ده المكان والوقت بتاعك. النصيحه رقم 27، استخدم البلوكات الزمنيه. انا من الوقت كذا للوقت كذا هعمل كذا. يعني انا مثلا قعدت فتره اللي هو انا هصحى الساعه 8 لحد الساعه 9 اكون فطرت، من الساعه 9 للساعه 12 انا قاعد بكتب المحتوى، من الساعه 12 ليه الساعة 3 أنا قاعد برد على الناس في الكومنتات والرسايل، من بعد الساعة 12 للساعة 3 أنا بنزل تحت بقعد مثلا مع أهلي، من بعد الساعة 3 أنا بعمل شغل العملاء لحد الساعة 6 أو الساعة 7 أو 8 لحد ما أخلص شغل العملاء. بعد كده بطلع بره، بعد كده باجي من بره في الوقت المعين وبدخل أنام وببدأ يومي بنفس الموضوع. فأنت خلي يومك اللي هو روتيني، أنت في من الساعة كذا للساعة كذا بعمل كذا، ومن الساعة كذا للساعة كذا بعمل كذا. النصيحة رقم 28، اعمل جلسات تركيز لمدة 90 دقيقة. يعني اقعد ساعة ونص انت قاعد شغال ومركز، وبعد كده خد قسط من الراحة. انا في اكتر من اوبشن لموضوع الوقت، انت شوف المناسب ليك. يعني هتلاقي في النظائر في كذا اوبشن لموضوع الوقت، وانت خد شوف المناسب ليك وطبق. النصيحة رقم 29، حدد وقت اجاي من الوقت بتاع المهم. يعني انت لو شايف ان التاسك ده يلزم ساعة، اعمل ساعة الا ربع. انت لو شايف التاسك ده يخلص في نص ساعه، اكتب تلت ساعه، حدد له تلت ساعه. حاول ان انت تحط وقت اقل من الوقت اللي انت شايف نفسك تقدر تخلص فيه التاسك ده، وفي الغالب
هتلاقي نفسك إن أنت كنت مدّي الtask ده أكبر من حجمه من الوقت. النصيحة رقم 30، خلّي وقت free، وقت للمفاجآت، وقت إن آآ احتمال يحصل حاجة، احتمال يعني خلّي الوقت ده free، اللي هو في حاجة هتيجي هتملى